أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة. تطورات عديدة تشهدها مصر في الآونة الأخيرة طبعا باتت تثير تساؤلات عما تتجه إليه القاهرة في المرحلة المقبلة. أعمال عنف من قبل أنصار الإخوان، ومحاكمات لطلبة، وحراك سياسي خارجي وداخلي لحلحلة الأزمات المتواصلة في القاهرة، والتي باتت تعصف بالبلاد وتشتد وطأتها. في المقابل روسيا تدخل دائرة الصراعات السياسية والعنف، وهنا نضع علامات استفهام. تفجيرات في يومين، قتلى وجرحى عدة في هذه التفجيرات. أصابع الاتهام سادة الكرام تتجه صوب أكثر من جهة، فيما ما يزال الموقف الروسي الرسمي غامضا بشأن تحركاته المستقبلية بهذا الخصوص. أصابع الاتهام تشير لمن؟ ومن هذه الجهات التي تعمل هذا الإرهاب في روسيا؟ نتحدث بكل هذه المواضيع سادة الكرام، ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. أهلا بكم من جديد سادة الكرام، ونبدأ تغطيتنا لهذه الليلة من الملف المصري مع ضيوفنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور جاسم الموسوي. حياكم الله دكتور جاسم، أهلا بكم. الله يحييك، شكرا جزيلا. وأيضا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة سادة الكرام معنا مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية الأستاذ هاني الجمل. حياكم الله، أهلا بكم. ومن لندن سادة الكرام المحلل السياسي السيد عبد الله حمودة، كما ينضم إلينا لاحقا على الهاتف من موسكو المحلل السياسي فيتشلاف موتوزوف. حياكم الله سادة الكرام ضيوف الكرام، أهلا ومرحبا بكم. دكتور جاسم، نبدأ مع حضرتك بداية. تطورات متسارعة تشهدها الساحة المصرية من الناحية الأمنية، من الناحية السياسية، تطورات يعني متسارعة أكثر من الحالة الطبيعية. لو أردنا أن نتكلم عن ذلك، كيف تتابعون ذلك المشهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قطعا عندما تتحدث عن مصر تتحدث بعد 30 يونيو. مصر احتضنت الوطن، وبالتالي لابد أن تشهد عقبات كبيرة وكثيرة. مصر كانت أمام خيارات متعددة. كم من الخيارات اليوم أصبحت مصر أمام كيف حقيقة تأخذ خيار معين للحفاظ على ما أنجزته بعد 30 من يونيو. تعرف مصر تواجه إرهاب دولي يسمى بين مزدوجين الإخوان المسلمين أو من يقف وراءهم. أمر متوقع أن تشهد مصر عمليات عنف، لأنك تتحدث عن حلقة مهمة جدا في المنطقة، حلقة أريد لها حقيقة أن تتفتت وأن تتقسم وأن تتحول إلى مصر المسيح ومصر الإسلام ومصر الليبراليين. وبالتالي نعتقد حركة مصر بعد 30 يونيو شكلت أيضا جبهات جديدة لمصر. ما تشهده مصر من عمليات إرهابية أمر يعني أنا أقول ليس فقط متوقع، إنما مصر أصبحت أمام امتحان صعب، هو كيف تحولت من مصر تحت نظام حكم كان يريد أن يسرق مصر إلى نظام حكم أخذ الشرعية ولربما الشرعية الكبيرة التي أخذت قاعدة أفقية. لذلك يواجه المصريين كثير من المشاكل والأزمات. الصورة المصرية هي صورة مطمئنة وليست خطيرة، يعني لا أستطيع أن أقول أن مصر ذاهبة إلى المجهول، ولا أستطيع أن أقول أن مصر في انسدادات سياسية، ولكن هي في عملية احتضار حقيقي لكي تعود مصر إلى الأمن والاستقرار. وهذا ما يدفع المصريين أو ما يدفع المؤسسة العسكرية مع الحكومة المؤقتة مع الرئيس المؤقت حقيقة إلى وضع الأسس الأولى لكيفية رد ما تتعرض له مصر، وهو الدستور المصري، وربما الانتخابات القادمة أيضا ستفرز. السؤال الأهم من الانتخابات ومن الرئاسة
أن مصر هل ستستطيع أو هل ستتحمل هذه الضربات الموجعة من سواحلها السياسية؟ أنت تتحدث عن دولة تلتهب من جميع أطرافها. إذا تحدثت عن مصر في جنوب السودان فهناك انقسامات، إذا تحدثت عن مصر في جهة الغربية ليبيا هناك تنظيمات إرهابية وراديكالية ولا يوجد نظام سياسي، بل أكاد أقول فوضى أو دولة مكونات. إذا تحدثت عن مصر في الجبهة الأمامية تتحدث عن مشروع أوروبي قد لا تعرفه مصر وقد لا ينتبه إليه المصريين. إذا ما تحدث عن المشرق فهو مشتعل، ولذلك مصر هي في نص هذه البؤرة التي تشتعل من النار، ولذلك تحاول كثير من القوى السياسية أن تحترق مصر من الداخل لكي لا تدافع عن سواحل الخارجية. لكن أنا مطمئن يعني كمراقب للحالة المصرية أقول مصر تذهب بالاتجاه الصحيح، ولكنها ستبقى تدفع ثمنا كبيرا لهذا التحول من دولة مكونات إلى مصر التي اعتدنا عليها هي دولة المواطنة أو دولة الاستقرار والاعتدال السياسي نعم. والديني. يمكن أستاذ جاسم حقيقة يعني الشأن المصري يحتاج الكثير من التحليل والكلام، خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهدها القاهرة من تجاذبات سياسية كبيرة. دعني أذهب إلى ضيفنا من القاهرة مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية الأستاذ هاني الجمل. حياكم الله أستاذ هاني، أهلا بكم. أهلا بك وحياك الله. أهلا بك وضيفك الكريم. حياك الله. أستاذ هاني، بداية جامعة الأزهر اليوم شهدت اشتباكات واسعة، هذه الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من الشباب بوقوع إصابات وأعمال عنف وأعمال تخريب، ما تعليقك على ذلك بداية؟ للأسف ما يحدث في جامعة الأزهر هذه الأيام ما هو إلا مجموعة من الأجندات السياسية التي يتم تنفيذها داخل الجامعات المصرية، بداية من جامعة الأزهر ثم جامعة عين شمس ومن ثم جامعة القاهرة. هذه الجامعة التي عالمية والتي تلم في بين جانباتها الأفكار الإسلامية المختلفة بمذاهبها الفكرية والسياسية والإسلامية المختلفة، للأسف تشهد هذا النزاع غير المشهود على أرض الأزهر الشريف بين طلاب الأزهر الشريف وبين قادة هذه الجامعة. للأسف هذه الظاهرة التي نراها كل يوم، خاصة بعد تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي على أرض الواقع من قبل الحكومة المؤقتة برئاسة الببلاوي، جعل رد الفعل عنيف جدا من قبل طلاب تنظيم الإخوان المسلمين في الجامعة أو من هم يداهنون للجامعة الإخوان في هذه الجامعة. للأسف كانت نقطة مفصلية هي نقطة إجراء الامتحانات ومنع الطلاب من إجراء الامتحانات وتعدي طالبات جامعة الأزهر أساتذتهن، وللأسف تبرجهن بعض المشاهد التي نوتها بعض وكالات الأنباء المختلفة أدى للأسف إلى تشويه الصورة ووجود نوع من أنواع الحدة في المشهد السياسي المصري. للأسف لم يكن هناك رد فعل من جامعة الأزهر فكريا، وإنما كان رد فعل للأسف بشكل شرطي، وهو أن تقوم الشرطة بصد هذه التظاهرات بشكل شرطي، سواء من خلال غازات مسيلة أو القبض على العديد من الطلاب المنتمين لهذا التنظيم، والذين للأسف يتم التوجيه لهم اتهام بتلفيات الأماكن العامة وللأسف تعطيل الحياة الدراسية سواء كان داخل الجامعة أو للأسف تعطيل سير المركبات خارج حدود الجامعة. هذا المشهد السلبي الذي تراه في الوقت الراهن مصر للأسف حالة سيئة جدا لم نكن نريد أن نصل إليها، ولكن ما فعله الإخوان طيلة الفترة الماضية من عدم التعامل بشدة مع خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 30 يونيو المنقضي، وكانوا هم الفصيل الذين رفضوا هذه الحالة الثورية التي خرج فيها المصريين عن بقرة في أكثر من 30 مليون مواطن مصري يدعمون شرعية ثورية جديدة بعد ثورة 25 يناير. للأسف رفض الإخوان المسلمين هذه الشرعية الثورية الجديدة وقواموا التيار الشعبي الكبير، فما كان لهم من أنهم استخدموا الإرهاب الأسود من خلال الجماعات الإرهابية والتي تستطيع تخترق بعض صفوف الطلاب صغيري السن غير واعي التفكير أو الذين تربوا في مدارس الإخوان أو في مدارس التكفيرية الإسلامية في بعض الأماكن في مصر، هم للأسف الآن هم
هذه الحرب بين الطلاب وبين المجتمع المصري ككل، لكن يجب أن يكون في هناك نوع من أنواع التهدئة الفكرية ما بين هذه الحركات وبين ما تقوم به الحكومة. يجب أن تكون حكومة الببلاوي أكثر اتساعا وأكثر تفكيرا لهذه الأزمة، ولا تتعامل معها فقط من منطلق أمني. يجب أن تكون هناك معاملات فكرية توحد هذه الأفكار التفكيرية التي يؤمن بها هؤلاء الطلاب والذين اعتادوا عليها منذ زمن طويل. حكومة مبارك 30 سنة مضت من عمر مصر في نوع من أنواع التجويف الفكري بالمصري، جعل وجود هذه الجماعات الإسلامية التكفيرية التي للأسف لها فكر متطرف أستاذ هاني عششا في أفكار هذه الطلاب. أستاذ هاني دعنا نتكلم بهذا الأمر أكثر، لكن خلال سياق هذه الحلقة طبعا لك أن تتخيل أن هناك 5000 هيئة عضو هيئة تدريسية في يواجهون اليوم اتهام. استاذ هاني اتمنى تبقى معنا ضمن سياق هذه الحلقه. خلينا نتحول الى لندن والى الاستاذ عبد الله حموده المحلل السياسي من لندن. اتمنى تبقى معنا استاذ هاني الجمل. يبدو ان هنالك خللا بالصوت بين بغداد والقاهره. ليتحول سادتي الكرام الى المحلل السياسي الاستاذ عبد الله حموده من لندن. حياك الله استاذ عبد الله، اهلا بك. أستاذ عبد الله، تكلمنا عن جامعة الأزهر وما يجري في جامعة الأزهر. بعض الجامعات في القاهرة هنالك أعمال اشتباكات، أعمال عنف تدور في أروقة هذه الجامعات وفي ساحاتها. اليوم كيف نقرأ سيدي الفاضل إقحام الطلبة، يعني إقحام بعض المراهقين إن صح التعبير أيضا في المواجهات ما بين جماعات باتت اليوم هي محظورة وقوات الجيش والقوات الرسمية الحكومية؟ شوف حضرتك، يعني ما يجري في مصر الآن هو نتيجة لسنوات طويلة من التجريف الإنساني وتخريب العقل المصري، ومحاولة لكبت أي محاولة لبناء مصر جديدة حقيقية. في عهد مبارك عانت كثيرا من جهود لقتل أي قيادة بديلة أو أي قوة حقيقية يمكن أن تحقق تقدم في مصر، اللهم إلا إخوان المسلمين والتيار الإسلامي الذين تركهم مبارك ليستخدمهم فزاعة لتخويف الغرب من البديل. فما كان من الغرب إلا أن تعرف على البديل ونجح في الحصول منه على تنازلات لم يكن حتى مبارك يقدمها، رغم أنه كنز استراتيجي لإسرائيل وحليف للولايات المتحدة وغيرها. وعلى 30 سنة كانت هناك مدارس للإخوان المسلمين تربي أجيالا هي التي نراها في الجامعات الآن، وتغسل عقولهم وتدخل فيها مقولات خاطئة ومفاهيم خاطئة، وهذه تستخدم الآن لتحقيق هذا الغرض. في نفس الوقت يجدر الحديث على أهمية ما يجري في الأزهر على وجه الخصوص، لأن استخدام الإسلام كوسيلة للاستيلاء على السلطة حتى وإن كان عن طريق الانتخابات كان خطة أولية للاستيلاء على مؤسسة الأزهر نفسها، ومن ذلك جامعة الأزهر أيضا. وعندما شعرت جماعة الإخوان بأنها وصلت إلى نهاية الطريق ولم تعد قادرة على القبض على السلطة بسبب الهبة الشعبية الكبيرة وتضامن الجيش مع الشعب وتنفيذ هذه الإرادة الشعبية، فشلت في مخطط أن تدخل أعضائها الميليشيات التي تسمى الكتائب الرياضية أو غيرها في تفتيت وحدة التظاهرة الشعبية في 30 يونيو. وحدث ما جرى الآن من مجيء حكومة انتقالية يدعمها الجيش. بدأ التركيز على حركات من الشباب التابعين لهم الذين ليس لهم أي خيار آخر سوى اتباع الأوامر والالتزام بالسمع والطاعة من أجل تخفيف الضغط على القيادات التي تصدر الأوامر حتى وهي موجودة في السجون الآن، والقول بأن الشباب يمثلون الجيل الجديد الذي نجح في تحقيق ثورة 25 يناير ثم الجولة الثانية منها في يونيو.
والهدف من تكثيف ما يجري في أيام على وجه التحديد هو استخدام ذلك في الحشد لإعاقة تمرير الدستور الاستفتاء الذي قرر في 14 و 15 يناير بهدف إعاقة مسيرة المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات تكرس النظام الجديد الذي يقوم على أساس وفاق وطني واسع ويعطي الفرصة للقوى السياسية من غير التيار الإسلامي بناء الكيان السياسي المصري. أتمنى تبقى معنا أستاذ عبد الله حمودة خلال سياق هذه الحلقة نتحدث أكثر بالشأن المصري، ولكن دعني أذهب مباشرة إلى بغداد مرة أخرى وإلى الأستاذ جاسم الموسوي. حياك الله أستاذ جاسم. تعتقد أن قرار اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية كان قرارا صائبا أم خاطئا بداية، يعني بعدين حتى ندخل أكثر في نفس الموضوع؟ والله دعني أقول لك تفكيك المشهد المصري بدأ في ساحتين بكل ما تعنيه ساحة رابعة العدوية وبكل ما تعنيه من عمق، وميدان التحرير وبكل ما يعنيه العمق. الأول يريد العودة بالزمن إلى الوراء وهذا لا يمكن، والثاني يريد القفز على الزمن وهذا أيضا لا يمكن. وبالتالي حتى هذه الخطوة التي بالتأكيد من حق المصريين أن يتخذوا قرار، ولكن ليس من الصحيح أن كل القرارات التي تتخذ توقيتاتها تكون مناسبة، باعتبار أن الإخوان المسلمين نتحدث عن الإخوان المسلمين 1926. بالتالي عمق الإخوان ووجودهم على الساحة المصرية لا يمكن أن يختزل حقيقة في سنة من وجودهم على الحكم، وبالتالي أن تصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها تنظيمات إرهابية، وإن كان هذا الفعل الذي يجري في مصر بالتأكيد تقف وراءه الإخوان المسلمين. أنا أعتقد العقلنة السياسية تحتاج من النفس الطويل المصري لكي يجدوا قواعد مشتركة بين من يريد أن يعود إلى الوراء ومن يقفز إلى الأمام، وهذه المساحة للأسف هي المفقودة في مصر. مصر يصنع لها الحدث ولا تصنع الحدث، وبالتالي أنا أعتقد صناعة الحدث سواء من الإخوان أو عمق الإخوان داخل البيت المصري يحتاج إلى فبلكة أو يحتاج إلى دهاء سياسي، يحتاج إلى كيفية امتصاص هذه الطبقة التي تعشعشت. تعرف أنت تتحدث عن إخوان المسلمين مؤسسات لها حقيقة أصابع ولها امتدادات عنكبوتية داخل المجتمع المصري. اليوم مواجهته بهذه المواجهة الخشنة لربما كان رد فعل لما تعرضت له مصر من عمليات إرهابية، لكن الحل تسألني كسياسي كمراقب أنا أقول كان يجب أن يكون هناك تأني في اتخاذ هذا القرار، لأنه سيحدث خشونة، بمعنى أن عندما تصطدم بحجر يرمى عليك أن تتحمل حقيقة استمرار هذا الحجر. وبالتالي الإخوان المسلمين عندما تجردوا وأصبحوا منظمة إرهابية بالتالي أخذوا شرعية وجودهم كعمل إرهابي، سيواصلون العمل الإرهابي لأنهم يعتقدون أنهم جاءوا من خلال الانتخابات ووصلوا إلى الحكم. طيب هنالك رأي دكتور جاسم، رأي مصري حقيقة في الشارع المصري يقول وله وجهة نظر في حكم الإخوان المسلمين بشكل عام، يقول إن الإخوان المسلمين يقولون لنا إن لم يقولوا بلسانهم فإنما يقولون بقلبهم، إما نحكمكم أو نقتلكم. يعني هذا أولا أمر متوقع. عندما تتحدث عن جزء من مجتمع، من يتحدث نيابة عن المجتمع يتحدث نيابة عن الدولة، ومن يتحدث نيابة عن جزء يتحدث عن مزاج سياسي شخصي حزبي مخابراتي. الدولة تحتضن هؤلاء مهما كانت مقاساتهم أو قياساتهم أو تصوراتهم، باعتبار هؤلاء يشكلون عبء داخل البيت المصري. يعني السؤال عندما اتخذ هذا القرار هل سيوقف عمل الإخوان المسلمين؟ أنا أقول سيزداد عمل الإخوان المسلمين، لأننا نتحدث عن تنظيمات كانت تحلم أن تصل إلى الحكم، وبعد أن جربت الحكم وكان أداءها سيء جدا، يعني يشهد به القاصي والداني، لكن عندما تزيحها بشكل كبير أي تجرفها بشكل كبير أنا أعتقد هذا التجريف سيقابله عمل متواصل من العمليات الإرهابية. هذا ما سيجعل جهد كبير على المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية وعلى الشارع المصري، لأن الإخوان يريدون إثبات الوجود، وبالتالي مقابل إثبات الوجود هناك دولة تؤسس وترمم. هذه الدولة لا يمكن تأسيسها وترميمها إن لم يكن هناك خط شروع. هذا خط شروع رفضه الإخوان. أنا لا أعتقد من العقلانية أن يبقى الإخوان رافضين لكل المبادرات، باعتبار أن الإخوان المسلمين لديهم من الدهاء السياسي. لاحظ، سرقوا ثورة 25 يناير،
أصبحوا في مقدمة المتظاهرين، وصلوا إلى الحكم، كانوا فزاعة لأنور السادات، كانوا فزاعة لجمال عبد الناصر، كانوا فزاعة لحسني مبارك، كانوا فزاعة للغرب. وبالتالي هذا البيدق هو ليس بيدق عائم، هو ليس بيدق طائش، هو بيدق فيه من التنظيمات وفيه من الشبكة. ولاحظ حركة الإخوان بدأت في ساحات الاعتصام، انتقلت إلى الجامعات، انتقلت إلى الأسواق، انتقلت إلى عمليات إرهابية. بالتالي لديهم أجندات ولديهم خيارات. المقابل هي الدولة. أنا أعتقد عندما نتحدث عن الدولة ب30 مليون خرجوا يؤيدون التغيير في مصر، هؤلاء هم يتحملون مسؤولية احتواء هؤلاء. طيب، دعني أذهب إلى القاهرة مديد وإلى مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية الأستاذ هاني الجمل. أستاذ هاني، يعني بسؤال آخر حول وضع الإخوان المسلمين في خانة المنظمات الإرهابية، يعني إلى أي مدى مثلا أن يؤثر قرار وضع الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية على الأوضاع في مصر، إن كان من الناحية الأمنية أم من الناحية السياسية؟ دعنا في البداية نقول أن هذا القرار كان قرار يحتاج إلى مزيد من التفكير والحوار المجتمعي ما بين حكومة الببلاوي وبعض القوى، سواء كانت الأمنية أو المجتمعية والقوى السياسية في مصر. لأن الآن وضع جماعة الإخوان كمن هو القط عندما احتجزت في جميع أركانه لم تجد له مفصلا أو مخرجا لمخالبه، فلذلك كشفت الإخوان عن وجهها القبيح كتنظيم إرهابي، وبالفعل جعلت من مصر أرضا محروقة من خلال المظاهرات التي تخرج في كل وقت، كمان إشعال الثورية ضد الطلاب داخل الجامعات المصرية المختلفة، وكان طبعا أكثرها دموية هو ما حدث في جامعة الأزهر. دعنا نخرج من هذا الإطار ونقول نقطة مهمة جدا. تنظيم الإخوان المسلمين إرهابي وتصنيفه بهذا الشكل هو كان أهم شيء، لأن ما عمله محمد مرسي عندما كان في سدة حكمة مصر بأن يدعو أكثر من 15 منظمة إرهابية أتت من باكستان وأفغانستان، وتم فتح مكاتب لها في قطر وتمريرهم إلى شمال سيناء لتوطينهم. هذا ما تم التأكيد منه من خلال محادثات بينه وبين محمد الظواهري، ما كان يجعل مصر إلى مسرحا للصراع ما بين هذه الجماعات التكفيرية المختلفة وبين المجتمع المصري، واتحادهم مع بعض الجماعات الإرهابية الموجودة في غزة. وهذا ما ظهر جليا في اتحاد هذه المجموعات المختلفة تحت مسمى واحد، أنصار بيت المقدس، والذين الآن يتجهون في تفجير بعض الأماكن المختلفة في مصر، وآخرها طبعا ما حدث في تفجيرات أمام المخابرات في أنشاص. هذه الحركة التي قام بها الإخوان المسلمين من تجميع هذه الجماعات الإرهابية المختلفة على أرض مصر جعل من مصر مسرحا كبيرا لهذه الجماعات، ولهذا كان يجب أن يكون تدخل كبير من قبل القوات الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة، والتي كانت ترى بعين الاعتبار أن أمن مصر الداخلي والخارجي وخط لن يستطيع أحد أن يسيطر عليه، وهو ما حاولت عليه جماعة الإخوان المسلمين من اختراق الأجهزة الأمنية المصرية من خلال أمنها ومن خلال أموالها، خيرات الشاطر وما شابه من هذه الشخصيات، إلا أن الجيش المصري ومخابراته العسكرية والمدنية استطاعت أن تقف لهما بالمرصاد وأن ترصد تحركاتهم مع هذه الجماعات الإرهابية المختلفة وتصد من توجهاتهم في هذه المعركة. هنا لم يكن أمام الإخوان المسلمين إلا حلا واحدا، أن تجعل من مصر محترقة، ولهذا ما يؤدي إليه. طيب أستاذ هاني، أتمنى تبقى وياي ضمن سياق هذه الحلقة يعني ونسألك أكثر حول هذا الموضوع، لكن دعني أذهب إلى لندن وإلى المحلل السياسي الأستاذ عبد الله حمودة. أستاذ عبد الله، هنالك آراء متعددة، ولكن هنالك أحد هذه الآراء وهو يقول أن القضاء اليوم لم يعد مستقلا بشكل كامل، وأنه يميل نوعا ما بشكل أو بآخر إلى تنفيذ أوامر الجيش. كيف ترى هذا القول؟ أرى هذا القول فاسد وفي غير محله، يعني عشان من الأول خالص كده. ربما يكون هناك قاض فاسد لكن القضاء غير فاسد. أنا عدت من القاهرة قبل أسبوع والتقيت بعدد من القضاة، وجرت نقاشات عديدة في هذا المقام، وما أريد أن أؤكده لك وأطمئنك هو أنه إذا كان هناك قاض يمكن أن يحيد عن العدالة لمصلحة أو لرأي معين، فهناك درجات مختلفة من عملية التقاضي مثل الاستئناف والنقد وغيرها. يعني هذه المراحل يأتي فيها في الاستئناف ثم في النقد عدد من القضاة من 3 إلى 5.
وإذا كان قادم فاسد فلا يكون هناك 5 فاسدون على نفس المنصة. وهذا أمر يعني يجب أن ننساه تماما، لأنه يعمل للتشكيك في مؤسسة مهمة جدا في مصر، ويجب أن يتم العمل لتطهير هذه المؤسسة من الداخل بواسطة قضاتها أنفسهم من خلال التحقيقات التي تجري حاليا لاستبعاد أولئك الذين أدخلوا السياسة في القضاء أو أدخلوا المصالح في القضاء. لكن دعني أريد أن أركز على مجموعة من النقاط تحدث فيها زميلي في السابق. تفضل. هناك نقطتان بالنسبة لما قاله الأستاذ جاسم الموسوي. الأولى تتعلق بأن إعلان جمعية الإخوان أنها إرهابية يعطيها شرعية الإرهاب والعمل الإرهابي. هذا فيه خطأ منطقي. لا يمكن أن تصف واحد بأنه إرهابي يعني أنك تشرع له أن يتصرف بشكل إرهابي. هذا أمر غير صحيح. أنت تدينه وتحجمه وتصفه بالوصف الذي يستحق. يسمح لي الأستاذ جاسم أن أضيف بأن التاريخ الإرهابي لجماعة الإخوان يرجع إلى ما قبل ثورة 52 امتدادا إلى ما يجري الآن، وهذا أمر يستخدمونه عند الضرورة، كما أن كثيرا من الجماعات الإسلامية والحركات الإرهابية خرجت من جماعة الإخوان، وكأن هناك نوع من توزيع الأدوار لتحقيق الغرض بشكل أو بآخر. ولا ننسى ما قاله محمد البلتاجي من منصة رابعة من أنه إذا عاد مرسي إلى الحكم سيتوقف ما يجري في سيناء فورا. النقطة الثانية بالنسبة للأستاذ جاسم هي أنه زيادة نشاط الإخوان الآن. نشاط الإخوان لم يزد ولن يزيد عن حد معين، ويجب التأكيد على أن ما يجري في مصر يجري في مناطق محدودة مستهدفة منهم، ومن أجل أغراض إعلامية في الخارج تصورهم بعض القنوات وتنشره. وقد سألني عدد من الإخوة في مصر عما يجري في الخارج، وما إذا كان هذا الضغط وهذا المضلل في الخارج يمكن أن يؤثر. كان ردي عليهم ما يجري في مصر هو الأساس، وما يجري في الخارج هو صدى. عليكم الاهتمام بما يجري في مصر وتجاهلوا ما يجري في الخارج. طيب أستاذ عبد الله، أنا أتمنى حتى ما نطلع من سياق أسئلتنا، أتمنى أبقى ضمن سياق أسئلتي. خليني عن إذنك أتحول إلى بغداد لو تسمح لي، عن إذنك طبعا أتحول إلى الأستاذ جاسم الموسوي من جديد. طبعا أستاذ جاسم، يعني في مجال الاتصالات طبعا مفتوح حق الرد لو أردت ترد على الأستاذ عبد الله حمودة طبعا حول الموضوع وتوضح وجهة نظرك بصورة أكثر. لكن في مجال الاتصالات يعني هنالك اتصال جرى ما بين السيسي وما بين هجل وزير الدفاع الأمريكي طبعا بشأن التفجيرات الأخيرة. يعني ما الذي نفهمه من ذلك؟ ما الذي نقرأه مما بين السطور؟ ما الذي نقرأه خلف الستائر المظلمة، خلف الأبواب؟ هل هنالك اتفاقات مثلا؟ هل هنالك تحضيرات؟ هل هنالك ما يمكن الحديث عنه والتنبؤ به؟ يعني فقط توضيح وجهة نظري. أولا إذا تحدثنا عن الإخوان، أساسا الإخوان ينقسمون قسمين: قسم جماعة السيد حسن الشيخ أو السيد حسن قطب، والجماعة الأخرى هم الإخوان الذين انشقوا عن هذا الخط الذي دائما وأبدا يتخذ من العنف سبيلا للوصول إلى الغايات. بالتالي ماذا نسمي يعني عبد المنعم أبو الفتوح، ماذا نسمي الهلباوي عندما انسحبوا؟ أنا أقول تعميم الصورة على الإخوان المسلمين على أنهم تنظيمات إرهابية سوف لن يعطي المساحة للمعتدلين في الإخوان أن ينشقوا عن الإخوان، وبالتالي حساب الصورة بلون واحد أنا أعتقد ليس من الحكمة السياسية. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى أقول زاد الإرهاب فعلا زاد الإرهاب، لأن القوى التي خسرت الحكم في مصر قد تكون قوى خارجية، وهي قوى خارجية كانت تعول حقيقة على الإخوان المسلمين أن يفككوا مصر، ولذلك فتحت كثير من المزارات أو السواحل التي يفترض أن لا تفتح في هذه التوقيتات. ما أشرت إليه من سؤالك حول الاتصالات، لا يمكن
لي أنا كمراقب أنا أقول أن الإخوان المسلمين لا يمكن أن تكون لهم جذور دولية وجذور إقليمية، وبالتالي هذا التواصل وهذه حول اتصال السيسي مع هاجل وزير الدفاع الأمريكي. هو أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة. اتصال السيسي، أولا السيسي يعتبر الآن الرجل رقم 1 في مصر، وهو المسؤول يعني على واقع الأرض عن حول الحفاظ على حماية أمن مصر الجغرافي والاجتماعي. عندما يكون اتصال، عندما تشعر دول أخرى دول غربية تشعر أن الإخوان المسلمين باتوا يهددون المصالح في المنطقة، وباتوا يشكلون عبئا على التوازنات، وباتوا يحققون أهداف خارجة عن الخطوط الحمراء، بالتالي ضرورة التواصل هو تنسيق المواقف بعد أن كانت المواقف خشنة تجاه التغيير بعد 30 يونيو. بات واضح للآخرين أن ما جرى بعد 30 يونيو هي ثورة حقيقية للشعب المصري. وهناك نقطة في غاية الأهمية، عندما تتحول من نظام نفعي إداري هو نظام حسني مبارك إلى نظام أيديولوجي أمر طبيعي، لكن عندما تعيد الكرة من نظام أيديولوجي مؤدلج إلى نظام إداري هو الصعوبة. طيب. لأنك تواجه من لديهم أيديولوجية، من لديهم معتقد، من يعتقدون أنهم الصح والآخرين على خطأ، وهؤلاء قبل أن نطلق عليهم سياسيين هؤلاء مرضى نفسيين. بالتالي المعالجة للمريض لا تأتي من خلال المواجهة الخشنة أو وضعه في غرفة أزمات، بالتالي عندما تضعه في غرفة الأزمات لابد أن تكون لديه ردود أفعال. أنا هنا أقول أن الإخوان المسلمين جزء من الإخوان المسلمين لديهم من العقلنة، وبالتالي سينسحبون من حركة الإخوان الإرهابية. طيب خليني أروح إلى القاهرة وإلى السيد هاني الجمل. سيد هاني، يعني هل يمكن اليوم في حديثنا هذا وتواصلا طبعا مع حديثنا هذا، هل يمكن القول أن واشنطن بدأت تلمح للتدخل بشكل غير مباشر في الشأن المصري بشكل عام؟ أتمنى الاختصار طبعا. من المعلوم أن الإدارة الأمريكية دائما ما تتبع سياسات الأبواب الخلفية، وهذا ما حدث جليا في الموقف في مصر. فبعد أن أعلنت عن موقفها السلبي في مساندة حسني مبارك في 25 يناير أول الثورات المصريين، جاء هذا الأمر يتصاعد بشكل كتير جدا عندما ساندت الحليف الأول في القاهرة وهو الإخوان المسلمين وتصعدهم إلى سدة الحكم، وكان هذا رغما عن المجلس العسكري الذي كان يقود البلاد في ذلك الوقت. إلى أن عندما ظهر الإخوان المسلمين وظهر سيطرتهم على مفاصل الدولة، أدرك الشعب المصري بما لا يدع للشك أن هذا التنظيم يعمل على احتواء الدولة ككل داخل هذا التنظيم، وهو شيء صعب جدا يقبله المصريين مسلميه ومسيحيه. ولهذا كانت انتفاضة وثورة 30 يونيو المنقلب. هنا كان الدور الأمريكي شيء صعب جدا، أنه لم يكن بشكل محايد أو أنه كان ينحاز إلى الثورة المصرية الجديدة، وعمل على مسك العصا من الوسط عندما أنه لم يدعم هذه الثورة، ولكنه كمان بالأساس لم يدين هذا التحالف مع الإخوان. طيب. ولم يتخلى عنهم بشكل مطلق. هذا ما حدث جليا. طيب. وهذا ما صار في إدارة أوباما للأمور في مصر. لك أن تعلم هناك 6 من مستشاري أوباما ينتمون إلى تنظيم الإخوان، تنظيم الإرهاب للإخوان المسلمين. لك أن تعلم أن كيري عندما خرج بعد إعلان الحكومة المصرية أن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي قال أنه خطأ من الحكومة وعليها أن تتراجع عن هذا الوصف. هذا ليس له حق في التدخل في الشأن المصري. ولهذا كان اتصال تشيك هيجل بالسيسي منذ ساعات قليلة يدل على أن أمريكا تقف وراء التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، وأنها تقف طيب. مع هذا التحول طيب. ولكن بهدوء نسبي تشهده الشوارع المصرية. هذا الموقف المختلف يتحول إلى لندن يدل على أنها الحكومة المصرية ماضية قدمة. طيب سيد جمال، دعني أتحول إلى لندن بسؤالي حول هيجل. سيد عبد الله حمودة، يعني هيجل وبحسب ما ورد عنه طبعا أنه عرض على السيسي المساعدة في التحقيقات عن التفجيرات الأخيرة التي حدثت. كيف تعلقون على ذلك؟ وباختصار أيضا كي نتحول إلى المحور الآخر. يعني أمريكا تحاول التدخل بأي شكل في مصر، وشعرت بعد 30 يونيو أنه أصبح ضيقا عليها أن تتدخل بسبب ما كان يمكن من مواجهة، لكنها تراجعت عنها بسبب عندما تحركت قطع بحرية أمريكية في اتجاه السواحل المصرية، واضطرت إلى التراجع عندما رأت أنه غير مرحب بها، وأخذت مواقف مختلفة. يجب أن نعرف أن الولايات المتحدة دولة عظمى تتحرك بعدة رؤوس وتفكر بها،
وتتكلم بعدة ألسنتها، والهدف من هذه التعددية هو في النهاية أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الآن بعد أن ظهر أمام الولايات المتحدة أن هناك خطة يجري تنفيذها بشكل محدد وواضح، تحاول أن تدخل بأي شكل وتعرض المساعدة. شكرا لواشنطن، لا أعتقد أن مصر تريد هذه المساعدة، لكنها تريد كل ما تريده أن يتم تفهم رغبات الشعب المصري والتكيف معها. إذا طيب. كان ذلك يعني هو المطلوب، فهذا هو العلاقة المستمرة وضمان مصالح جميع الأطراف كافة. طيب، أتمنى تبقون معي ضيوفي الكرام. من لندن المحلل السياسي الأستاذ عبد الله حمودة، ومن القاهرة الأستاذ هاني جمل مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية ضيفي في بغداد. أتمنى أن تبقى معي كي نتحول سادة الكرام مشاهدي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، ونتحدث حول شأن آخر، نتحدث حول الشأن الروسي، حيث تسارعت سادة الكرام وتيرة العمليات الانتحارية الدموية في روسيا، حيث سقط أكثر من 40 شخصا ما بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري في حافلة بمدينة فولغوغراد جنوبي روسيا. طبعا هذا التفجير هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، خلال 24 ساعة تفجيرين وكبيرين وبهذا المستوى. دعونا نشاهد هذا التقرير سادة الكرام، وبعد التقرير نعود مرة أخرى لمتابعة هذا الحوار. في تفجير هو الثاني خلال 24 ساعة، سقط أكثر من 40 شخصا بين قتيل وجريح في مدينة فولغوغراد الروسية. بدورها أعلنت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة الروسية أن مهاجما انتحاريا نفذ العمل الإرهابي إذ فجر عبوة ناسفة بقوة تساوي 4 كيلوغرامات من مادة TNT. وشدد الناطق الرسمي باسم اللجنة فلاديمير ماركين على أن اختيار المهاجم لمكان وتوقيت التفجير متعمد في ساعات ذروة الازدحام، إذ يتواجد عدد كبير من الطلاب في وسط المدينة في هذا الوقت. بدأت لجنة التحقيق إجراءات خاصة بالتحقيق في حادثة تفجير حافلة في مدينة فولغوغراد، وبموجب المعطيات الأولية كان العمل إرهابيا، حيث وقع انفجار قوي في حافلة الركاب في الساعة 8 تقريبا من صباح اليوم، وتم تدمير الحافلة بشكل كامل. في الوقت الحاضر يعمل خبراء اللجنة في مكان الحادث على أن يقوموا بتحديد نوع المادة المتفجرة وكيفية تفجيرها. المحققون يعملون الآن على استجواب شهود عيان من الناجين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع بشكل طارئ مع مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بروتينكوف، إذ أبلغه الأخير بملابسات التفجير الإرهابي في فولغوغراد. وذكر ديمتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس إن بوتين يتلقى أيضا معلومات من أجهزة الاستخبارات الأخرى، وهو أعطى الأوامر الضرورية للتعامل مع الوضع. يوجد بين المنقولين إلى المستشفى طفل رضيع ربما قتل والده، المهم لم يعثر عليهما لحد الآن، وكذلك توجد امرأة حامل وكلاهما في حالة خطرة جدا. بالنسبة للجرحى الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية بتقنية عالية سيتم نقلهم إلى موسكو. البارحة نقل إلى موسكو 7 أشخاص من المصابين في محطة السكك الحديدية. توالي هذه الهجمات على الرغم من إعلان السلطات حالة التأهب القصوى في المطارات ومحطات القطار والحافلات يعتبر اختراقا أمنيا كبيرا جدا، لا سيما أنه بعد انفجار أكتوبر الماضي تنبأت أجهزة الأمن الروسية بحدوث مثل هذه العمليات. أهلا ومرحبا بكم سادتي الكرام من جديد. دعوني أبدأ بضيفي في بغداد مرة أخرى الأستاذ جاسم الموسوي، حياك الله. أهلا بك أستاذ جاسم، تفجيرين انتحاريين خلال 24 ساعة، يعني مؤشر خطر
ما الذي يؤشر ذلك؟ يعني إذا تحدثنا عن التوقيتات فأمر طبيعي أن تزداد التفجيرات في روسيا، خصوصا موقفها الإيجابي من المنطقة العربية، خصوصا موقفها في سوريا. بالتالي هذه رسائل واضحة. قبل أن تركب الطائرة روسيا إلى جنيف 2 عليها أن تعرف أن أمنها الداخلي سيتعرض إلى ضربات من تنظيمات إرهابية تقاطعت مع روسيا في سوريا. بالتالي عندما نتحدث عن بؤرة في الشيشان نتحدث عن تنظيمات إرهابية داخل روسيا نفسها. بالتالي عندما نتحدث عن تنظيمات إرهابية في سوريا هي مرتبطة ولديها جسور. هي رسالة واضحة إلى الروس: عليكم أن تغيروا من موقفكم اتجاه الدعم إلى بشار الأسد، وأيضا عليكم أن تعرفوا نحن قادرين على أن نصل إلى أهداف حيوية منها المواطن الروسي أو المواطن في روسيا. وهي أيضا لإثبات الوجود أن قدرة التنظيمات الإرهابية موجودة في كل مكان وقادرة على أن تضرب كثير من الدول، وربما تقف وراء هذه العمليات ليس فقط التنظيم الإرهابية، إنما دول كبرى لديها مصالح بأن تثني روسيا على أن لا تكون قوية وداعمة إلى الرئيس بشار الأسد في جنيف 2. هي عمليات فيها رسائل كثيرة، فيها بعد كبير جدا، فيها حرب لربما طويلة ستخوضها روسيا. وبالتالي الروس اليوم أعلنوا أنهم سيستنفرون كل قواهم لمواجهة هذا الخرق الأمني الكبير. هل تعتقد أنهم كانوا متهيئين نفسيا وميدانيا وبشكل كامل لهكذا أعمال إرهابية تستهدف الأراضي الروسية في العمق؟ يعني لما تحدثنا عن القدرة الفائقة للمخابرات الروسية هي فائقة جدا، وكانت هناك معلومات أن هناك عمليات ستجري. زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أو الأمير بندر إلى روسيا كانت فيها رسالة حقيقة فيها غاطس، فيها أننا قادرين على أن نشعل الجبهة الروسية إذا استمريتم بالدعم للرئيس بشار الأسد. عدم قدرة المخابرات الروسية على إجهاض هذه المحاولة يدل دلالة فائقة أن هناك جهدا مخابراتيا قد عمل وفعل وبطريقة ذكية جدا هذه التفجيرات. أنت تتحدث عن مساحة جغرافية كبيرة، تتحدث عن دولة لها أطراف خطيرة جدا. يعني آخر تصريح للرئيس بوتين قال: كثرت الجوامع لدينا ولا نعرف من مرتاديها. وبالتالي هناك مراحل قد استطاعت أن تخترق الجدار الأمني الروسي بطريقة فطرية، بطريقة بناء المساجد والحرية التي يتمتع بها الروس وهي حرية الأديان. أنا أعتقد ما جرى في روسيا يشير إشارة واضحة جدا على أن الإرهاب سوف يستهدف كل من يقف بوجهه، وأن مواقف الروسية يجب أن تتغير، ولكي تتغير المواقف الروسية يجب أن تتغير موازين القوى في المنطقة. ولا أعتقد الروس سيكون لهم رادع هذا التفجير، إنما الروس سيتعاملون وهم أصحاب خبرة، تعاملوا مع الإرهاب في الشيشان، تعاملوا في أفغانستان، تعاملوا في مناطق كثيرة، وهم لديهم أيضا محطات تعاون خارج حدود روسيا. وبالتالي هي محاولة في توقيتات خطيرة يراد من خلالها أن تصل الطائرة الروسية لا تحمل شروط إنما تحمل قبول لما سيملى على طاولة جنيف. يعني هل نعتبر ذلك باختصار شديد جدا نعم. أستاذ جاسم، هل نعتبر ذلك إذن علامة من علامات نجاح أو فشل جنيف 2 بالموقف الروسي؟ والله جنيف 2 تستخدم فيها جميع الخيارات الغير شريفة لربما للوصول للغاية غير شريفة. جزء من محاولة إجهاض الجهد الروسي هو هذه التفجيرات. طيب أتحول إلى القاهرة وإلى مدير مركز الكنانة للدراسات السياسية الأستاذ هاني الجمل. حياك الله من جديد أستاذ هاني. أستاذ هاني، يعني بلد كروسيا له ذلك الثقل الكبير السياسي في العالم، يعني وحدث فيه هذا الخرق الأمني. ماذا يمثل هذا الخرق الأمني بالنسبة إلى روسيا اليوم وهذا حجم روسيا في العالم؟ دعنا في البداية نؤكد أهمية توقيت هذا التفجير. فقد أعلنت أوكسانا أسلانوف والتي فجرت نفسها بالأمس في هذه الحافلة إعلان مهم جدا أن الجماعات الإرهابية والتي يحركها CIA في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز ما هي إلا تحت قبضة حديدية في مواجهة الدعم الروسي لمصر ثورة 30 يونيو ولبشار الأسد في محاربته ضد الإرهاب. من المعلوم أن أوكسانا أسلانوف وهي من ضمن أعضاء حملة الأرامل السوداء والذين قد تزوجت مرتين من إحدى المتشددين القوقازيين والذين قتلوا على يد القوات الروسية في الماضي، تعلن صراحة أن الفتوى التي أعلن عنها دوكو عمروف رئيس الشيشان وأنه ألغى الفتوى التي تقول أنه ليس هناك أعمال عنف أمام القوات الروسية خارج شمال القوقاز،
قد ألغاها بالأمس، ولهذا كانت هذه التفجيرات سبب واضح على معاقبة روسيا على موقفها تجاه قضايا الشرق الأوسط. هذا التحرك جاء قبل 6 أسابيع من انطلاق الأولمبياد الشتوية في سوتشي. هذا الدليل قاطع على أن أمن روسيا مخترق ويهدد إقامة هذه البطولة، والتي أعلن دوكوف أن لن تقام هذه البطولة على أجساد وشهداء أجدادنا في هذه المنطقة، وأن تكون هناك صدات شيطانية لهذه الرقصات التي سوف تكون في افتتاح هذه البطولة. هنا بوتين في اجتماع اليوم مع رئيس جهاز المخابرات الروسي يؤكد أن هناك بالفعل بعض الخلل في جهاز المخابرات، إلا أن هذه المعلومات كانت تتاح لرئيس جهاز المخابرات. ولكن دعنا نتأكد أن أي عملية انتحارية في العالم ليس مضمون 100% لأي جهاز مخابرات استتباعها، وهذا ما حدث بالأمس ثم اليوم. لكن يجب قراءة المشهد بشكل مهم جدا، أن وقوف روسيا بجانب بشار الأسد ودعمه في جنيف 2 وأنه لن يخذب إلى هناك لكي يسلم السلطة لمجموعة إرهابية، أن عودة الجماعات الشيشانية من روسيا واللي كانت تدعم الجماعات الإرهابية ضد نظام بشار الأسد ما هي إلا خط أحمر يحاول أن يضغط عليه هذه الجماعات الإرهابية على موقف روسيا في مفاوضات جنيف 2 ومن ثم كانت أيادي أمريكا الخفية والتي تلعب بهذه الجماعات، رغم أن هذه الجماعة الشيشانية مدرجة عند CIA بأنها جماعة إرهابية، إلا أنها أيضا أمريكا هي التي تحرك هذه الجماعات. ضغط على روسيا بهذا الموقف قبل ثورة 30 يونيو ومن ثم على موقفها مع بشار الأسد. ولهذا نرى أن هذا التصعيد في الوقت الراهن هو مطلوب في ذاته حتى تكون طاولة مفاوضات جنيف 2 خالية من بعض المواقف الجريئة التي قد تتخذها روسيا في ذلك الوقت مقابل المواقف الرقوة من أمريكا. طيب سيد جمل، أتمنى تبقى معنا. أتحول إلى لندن وإلى الأستاذ عبد الله حمودة من جديد. أستاذ عبد الله، يعني لوجستيا نتحدث اليوم عن هذا الخرق خلال هذه اللحظات. البعض يرى أن روسيا تمثل بلد محصن أمنيا وبصورة كبيرة جدا، بحيث لم تحدث هذه الخروقات وبهذا الحجم منذ فترة طويلة جدا. كيف تم اختراق هذا التحصين برأيكم؟ ما الذي قرأتموه من اختراق هذا التحصين؟ أولا يعني القول بأن أي بلد محصن بدرجة 100% غير صحيح، لا يمكن. يعني هذا لا يجري في أي بلد من البلاد. الولايات المتحدة تحصل فيها عمليات إطلاق نار على المدارس وتحدث فيها تفجيرات، وكل بلاد العالم تحدث فيها هذه الأمور. لكن النقطة الأساسية أن هناك وجود لهذه العمليات في هذه اللحظة الفارقة بالنسبة لدور روسيا في المنطقة العربية كما تحدث زميلي الكريمين من قبل. وهذه الجماعات للأسف الشديد يعني تنتسب إلى الإسلام، ولكنها يتم تحريكها وتحصل على دعم من خصومها الأساسيين، يعني وهم في الغرب والولايات المتحدة والCIA على وجه التحديد، ويجري استخدامهم كوقود في معركة باعتباره وقود يسهل تدميره أو حرقه في تحقيق ما يجري. لكن لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الموقف الروسي سواء من مصر أو من ما يجري في سوريا أو في مؤتمر جنيف أو في غير ذلك، لأن هناك إرادة يعني يتبناها الرئيس بوتين نابعة من رؤية معينة لدور روسيا في هذه المرحلة، وهناك أيضا تصور لأن الدول الغربية يعني الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد موقفها العالمي ينحدر بشكل نسبي في ضوء التوازنات الدولية الجديدة، ونحن نتحرك إلى عالم متعدد تبرز فيه الصين وتبرز فيه البرازيل والهند أيضا. ففي هذا السياق لابد وأن تكون روسيا لها السبق ومقام أكثر تفضيلا. في هذا السياق يتم رسم السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، ومن المهم بالنسبة للأمريكيين وخصوم روسيا في حلف الأطلنطي يعني إزعاج روسيا بشكل أو بآخر.
نعم. طبعا نحن نشعر بالأسف أن هناك مسلمين يذهبون ضحية في ذلك، وكان من الأفضل أن يبقوا كعينة ممتازة للإنسان تشرف من هو مسلم وتدعو الآخرين إلى احترام الإسلام في روسيا أو في غيرها من العالم. شكرا لك من لندن المحلل السياسي الأستاذ عبد الله حمودة، كنت معنا ضيفا عزيزا لمدة ساعة كاملة، تحدثنا حول شأنين مهمين جدا. شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا لمدير مركز الكنانة للدراسات السياسية من القاهرة الأستاذ هاني الجمل، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. وأيضا الشكر للمحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي ضيف الاستوديو، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. شكرا لكم سادتي الكرام لحسن المتابعة. هذه تحيات كرو العمل في لندن والقاهرة وبغداد. تحياتي أنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.